بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. رسميا جوزيه جوميز المدير الفني لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الفتح السعودي. امبارح بالليل فوجئنا ان جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك يبلغ الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك بعدم رغبته في البقاء على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك، معللا ده لسببين. السبب الأول إن الإدارة لغاية دلوقتي لم تصرف مستحقات اللاعبين، والراجل شايف إن الموضوع ده هيكون مؤثر بشكل كبير على مسيرة الفريق معاه، وبالتأكيد اللاعب لو مش هياخد فلوس فتركيزه مش هيكون في الملعب، فبالتالي ده هيأثر على مسيرته وعلى النتائج الجيدة اللي الراجل عاملها. النقطة التانية وهي إهمال ملف تجديد جوميز نفسه. يعني إدارة الزمالك قعدت مع جوزيه جوميز قعدة كده صورية أو قعدة يعني ودية، تم الاتفاق فيها على تجديد التعاقد بدون أي تفاصيل. يعني قعدنا، إيه رأيك، إحنا عايزينك. قال لهم وأنا كمان عايز أقعد. طيب تمام، إحنا هنجدد. قال لهم طب تمام. وسابوا الموضوع واقف لحد هنا بدون اي تفاصيل وبدون اي اتفاقات رسميه. يعني الموضوع كله كان اتفاق ودي شفهي. فبالتالي الراجل شاف انه يعني فكر في نفسه وفكر في اللي مستنيه، لان الاجانب ما عندهمش حته العاطفه. يعني احنا ممكن نفكر بالعاطفه لكن الاجانب ما عندهمش حته العاطفه. فبالتالي شاف ان عدم صرف مستحقات اللاعبين مع اهمال ملف تجديده هو الشخصي، ان السببين دول كافيين انه يرحل، بالاضافه الى يعني سبب ثالث هو غير مباشر والراجل استنتجه. بما انك انت مش قادر تصرف ويعني تدي مستحقات اللعيبه المتاخره اللي عندك، فانت اكيد مش هتقدر تلبي لي احتياجاتي في سوق الانتقالات اللي جاي، فبالتالي انا مش هكون قادر على البقاء على راس القياده الفنيه لنادي الزمالك. طيب ايه اللي الزمالك دلوقتي بيفكر فيه؟ الزمالك في على يعني طاولته اكتر من مدرب. عندنا الكابتن معتمد جمال مطروح بشده، والكابتن خالد جلال، الاثنين اسمهم مطروحين بشده. في كابتن محمد حلمي لكن في مشاكل معاه مع احد اعضاء مجلس الاداره، مش هيكون موجود. والكابتن حلمي طولان برضو في مشاكل مع اعضاء مجلس الاداره فمش هيكون موجود. الاثنين الاقرب لغايه دلوقتي خالد جلال، او في كلام برضو على طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلي. في اصوات كده يعني قليله بتنادي بميدو، ولكن برضو ميدو يعني مايل للعمل الاعلامي والبعد عن الضغط والأضواء. بالتأكيد نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في الفترة القادمة، لأن الاستقرار والنتائج الجيدة اللي هيقدمها نادي الزمالك أكيد هتنعكس على الكرة المصرية، وبالتأكيد على منتخبنا الوطني، لأنه هو الغاية. ومن متعوبة إلى مطار القاهرة، ومن مطار القاهرة إلى قطر، وبالتحديد إلى الدوحة، اللي النهاردة تحدد فيها الطرف الثاني في بطولة كاس التحدي، اللي كان متحدد فيها الطرف الأول وهو النادي الأهلي المصري، وهو ممثل مصر وأفريقيا في البطولة دي. وكنا مستنيين الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي. النهاردة الفريقين لعبوا الساعة 7 مساء. قدر فريق باتشوكا المكسيكي يتغلب على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0. يمكن نتيجة كانت مش متوقعة، لأن الحقيقة فرقة بوتافوجو يعني فرقة قوية مش سهلة، ولكن بما ان فرقة باتشوكا عملت النتيجة دي فهي اكيد فريق يحترم. يعني بعض الاصوات شافت ان طالما باتشوكا فهي اسهل لنا، لا بالعكس، فرقة باتشوكا فرقة صعبة وفرقة قوية ولازم يتم احترامها، ولازم اللعيبة تكون مركزة جدا في الماتش اللي هيكون ان شاء الله يوم السبت القادم، يوم 14 ديسمبر القادم. وفي حالة فوز الأهلي إن شاء الله يبقى الأهلي هيلاعب باتشوكا المكسيكي رسميا يوم 14 ديسمبر القادم، يوم السبت القادم. والفائز إن شاء الله سيواجه ريال مدريد في كاس أو في نهائي كاس الانتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر القادم. كل التوفيق للنادي الأهلي وكل التوفيق